جماعة أستراليا، هذا الفيديو مهم وخطير. جماعة أستراليا دون أي استثناء لأنه ولاية تابعين. يا جماعة أنا مرة عملت فيديو على نهاية أستراليا، كانوا متوقعين يا حرق يا غرق. قالت ليلى عبد اللطيف وآلاء مصطفى، ومثل ما بيقولوا تاتة سباتة ليزيد الطين بلة. ميشيل حايك توقع هالشي كمان براس السنة، انه وحدة من ولايات استراليا راح تغرق، بس ما حدد انه، ما انه قال بيعرف. فلكل حدا عم بيشوف هذا الفيديو قاعد باستراليا او من خارج استراليا، اذا فيكم تمنشنوا هذا الفيديو لهدول الثلاثي المرح مشان يقلونا انه ولاية ويكتبوا اجر وثواب فينا ويدخلوا الجنة، لان رح يفيدونا. يا جماعة والله ما بنعرف نسبح، والله ما بنعرف نسبح. واللي ما بيعرف انه الاسترال سرعة السباحة طبعا اسرع من سرعة الفهد. فيا جماعة لا تنسوا تشيروا هذا الفيديو لهدول الثلاثي ليلى وألان وهاد، لعل وعسى بيعملوا منيحة معنا. وتاني شيء اللي لاحظ عليه ليلى عبد اللطيف، بس المذيع نشان سأله انه مين هو القائد او الرئيس اللي مات وكنت بدك تقولي لنا اياه، وقال دقولي وقالوا حياة معرض الخطر اذا بحكي. يا جماعة في قائد توفى من فترة، كانت صدمة للكل، ما حدا كان مصدق هالشي. هلا انا فعليا احساس، انا ما بعلم الغيب نهائي، احساس قلت اذا الشمس بتشرق من الغرب فهذا القائد رح يكون متوفي. فانتم كمان اذا عندكم احساس لاي حدا او اي اسم كمان اكتبوا لي بالكومنتات، ولا تنسوا تشيروا هذا الفيديو. يا جماعه ما بنعرف نسبح، افطنوا انه ما بنعرف نسبح. ما